من كام يوم كده وانا رايح الشغل، كنت وانا بتكلم يعني مع محمد صديقي واحنا رايحين في الطريق. مش فاكر ايه الموقف تحديدا، بس جه في دماغي حاجة. كنا بنتكلم في موضوع حاسين هو قد ايه كبير وقد ايه الموضوع مسيطر على حياتنا وقد ايه الموضوع كبير. وبعدين فجأة افتكرنا حاجة تانية تماما، فحسينا قد ايه الموضوع ده صغير، وان هو ايه ده. طب ما ولا اي حاجة هو. فاحيانا كده بتيجي في حياتنا مواضيع كتير كل يوم، نفضل نكبرها نكبرها نكبرها، تقفل علينا كل حاجة، ممكن يبقى اكتر من موضوع في نفس الوقت. فنحس بأهمية الحاجات دي وقد ايه الحاجات دي ممكن يبقى فعلا في منها حاجات مهمة، ممكن حاجات تانية تبقى عادي، يعني الموضوع بسيط جدا بس احنا مكبرينه. بس حاسين بأهمية كل حاجة فيهم عشان احنا مكبرين في دماغنا الموضوع. بس حاسين هنا بالأهمية يعني. طب ماذا لو احنا صغرنا كل المواضيع، كل حاجة بقت صغيرة، هنحس بإيه؟ ان مفيش حاجه مهمه، كل حاجه تافهه. أعتقد. بس حياتك شكلها هيبقى عامل ازاي لو كل حاجة بالنسبة لك ايزي؟ الدنيا هتمشي. يعني مثلا لدرجه ان انا ممكن اقول ايه اللي يخليني اروح الشغل في الميعاد؟ ما انا ممكن اتاخر 4 ساعات عادي فاروح براحتي، فاهم؟ هو اصلا ليه بنشتغل؟ فمش هشتغل خالص، فاقعد في بيتنا فما لاقيش معايا فلوس اخر الشهر. مع ان الشغل مش دعوه بالفلوس. بس يعني هل دي اصل في اكستريم، انت ممكن توصل لنهايه منتهى الطريق من اليمين او منتهى الطريق من الشمال. من عدم الاهتمام يعني ففي قصدك؟ واحد مكبر كل المواضيع زي حالتي كده، اي حاجه صغيره تلاقيها بقت كبيره فجاه بلا هدف. وتقعد بقى دماغك تسحلك بقى ايه في وقال كده ليه وعمل كده ازاي؟ طب وده ممكن يكون معناه ايه؟ تبدأ ترسم 15 سيناريو محتمل، كلهم اصلا غلط لان كلهم من خيالي عادي، والحقيقه انا معرفهاش. ممكن اجي اسالك مثلا في الاخر انت ليه عملت كده، فتقول لي كنت نايم مثلا، ولا يعني اي حاجه اللي هي ما جاتش في بالي، اي حاجه خالص. ده مش احسن حاجه ان تبقى كل المواضيع كبيره بنفس الحجم. مثلا النهارده نسيت محفظتي. ما فعندي حاجه من حاجتين: يا اما هعيش حياتي بقى كلها محتاس يا ترى فين المحفظه ومش هشتغل. انا في الشغل محفظه فيها الاكسس كارد بتاع الشركه فما عرفتش اخش. اكتشفت وانا هناك ان انا مش معايا المحفظه. ففي كذا احتمال ان هي تكون في العربيه او في البيت او ضاعت في السكه. فانا متاكد انها كانت معايا امبارح بالليل، بس دي اخر مره استعملتها ومش عارف انا خدتها معايا الصبح ولا لا. ومفيش حد في البيت يدور في البيت ساعتها يعني الصبح. فهعمل ايه؟ فبعت لمراتي، بتروح قبلي بشويه، قلت لها لما تبقي ترجعي بيشوفيها. بس بقيت لحد ما ده يحصل فيه 6 ساعات، هشتغل ولا هفضل قاعد بقى مكبر الموضوع؟ عادي اشتغلت. بعدين على اخر اليوم كده لما هي قالت لي، لما رجعت وما لقيتهاش في البيت، بدات اقلق شويه ليه ترى هي فين. في الاخر لما خلصت شغل ونزلت لقيتها في العربيه على الكرسي عادي، وقعت من جيبي. فالحمد لله يعني. طبعا قعدت افكر في كل المشاوير اللي هعملها. هو انت اوريدي انت فكرت ان ما كانش في حد في البيت؟ هتتفكر في الاحتمالات، فواضح الموضوع كان كبير في بدايته. بس يعني اللي هو انت اتخضيت بس ان فين المحفظه، فاهم؟ بس ممكن لو كبرته قوي قوي، خلاص انا كده مش هشتغل النهارده لان انا لازم الاقي المحفظه. امم او هسيب كل حاجه وهروح بقى اطلع الورق البطاقه من الاول ومش عارف ايه، وهتبقى حوسه يعني. البطاقة. فالحمد لله ان انا لقيتها. بقالي كتير قوي مش معايا بطاقة. ما تقولش كده اونلاين. انت راجل مشهور دلوقتي وبابليك فيجر، يقبضوا عليك. دي من ضمن الحاجات اللي انا مصغرها والمفروض اكبرها اكتر من دي كده. بقى ده مثال تاني. عندك واحد ماشي من غير بطاقه، مش مهتم اصلا، عادي. فده مصغر الموضوع، يعني محتاج يكبره شويه. ف يعني في ما بين البنين بقى الحاجه الوسط، يعني اللي هو انت بتدي كل حاجه قدرها. طبعا ده كلام سهل جدا يتقال، بس على ارض الواقع تنفيذه بقى يحتاج الكثير من الحكمه. ف فانت قصدك لما تقول بصغر او بكبر، قصدك في الاكستريمز كده ولا في لا الحياه لا، العاديه؟ مش الاكستريمز يعني. مش عارف هل موضوع تصغير الامور للاكستريمز ده مش بحسه موجود كتير، او مش بحس ان انا بعمله كتير. هل انا بعمله؟ اكيد بعمله، بس انا مش بحس ان انا بعمله كتير. هل بكبر المواضيع للاكستريمز؟ احيانا بحس بكده. يعني يعني مفيش حاجه في دماغي معينه دلوقتي، بس في احيانا حاجات كده بتحصل. لا، هي دي، ده محور
كل حاجه دلوقتي دي لازم تتغير، آه. دي لازم تتصلح، دي لازم هي الكلمه دي. على فكره كلمه دي لازم احنا بنقولها كتير قوي. ايوه يعني بتقولها مثلا لما اول مره تعجب بواحده، فخلاص دي لازم. حياتك كلها تمحورت حوالين هذه البنت. فجأة كنت عايش حياتك عادي وبتقابل ناس وبتعمل حاجات كتير، خلاص كل ده انتهى وبتفكر في حاجة واحدة طول اليوم مثلا. حتى يعني الناس اللي بتتكلم في العلم النفس اللي ليه علاقة بالوقوع في الحب والحاجات دي بيشبهوا الموضوع ان انت يعني ما بقيتش عايز تاكل، ما بقيتش عايز تنام. لو بدأتوا يعني تتكلموا كده فانت كل اللي انت عايزه انك تتكلم معاها 6 ساعات. ايه ده يا الفجر جدا معلش ده احنا فاهم. ايوه في العادي انا بنام الساعه 10 بالليل اصلا. ده مش انا طبعا، يعني ده الانسان الخيالي اللي في القصه دي، انا ما بنامش. بس فده مثال يعني دي لازم. ان لقيت بمناسبه الايفون اللي كنا بنتكلم عليه عشان النهارده نزل الايفون الجديد ده نزل. ايه ده انا معايا ايفون 15 برو ماكس ودلوقتي فيه 16 برو ماكس لازم ازاي؟ اجيبه. ده لازم. سيبك من ده، كنت بتفرج على حاجه من الريفيوز يعني، فالولد بيقول ان هو عنده ساعه ابل واتش الترا 2 اللي هي يعني احدث حاجه في الابل واتش لغايه النهارده ما عملوش فيها اي ابديتس، بس نزلوها هي لون اسود. قال ايه ده؟ هو بيقول كده، بيقول حاجه انا مش محتاجها خالص بس جديده وبلون جديد، يلا بينا انا اروح اشتريها دلوقتي. لازم. خلاص انا مش هحس ان انا هو يعني معظم الادفيرتايزنج او مجال الاعلانات يعني هو عايش على الفكره دي، فكره انه يصور لك ان دي لازم. فده مثالين بساطة على حاجات، بس احنا بنعمل كده على طول. بالناحية تانية مثلا اعكس بقى ان انت بدل ما كان ما عايز حاجة تجيبها او حاجة تحصل عليها، انت خسرت حاجة. انا النهاردة اترفدت من الشغل على سبيل المثال، انا حياتي دلوقتي بتتمحور في ايه اللي انا بفكر فيه؟ ان انا اترفدت من الشغل. خلاص انت كل حاجة في الحياة التانية جنبت، وانا النهارده انا وعيلتي واصحابي وكل اللي اعرفهم وحلقات البودكاست اللي جايه 7 شهور قدام ان انا اترفدت من الشغل النهارده مثلا يعني. ف ماشي مع حاجه حصل، هي بقى اصلا قدرها قد ايه؟ دي حته فلسفيه يعني شويه لو دخلنا فيها، بس هل هي تستاهل كل ده؟ بس هي في الوقت ده كبير. انت لا تملك، معظمنا يعني للاسف لا تملك الا ان انت تفكر فيها بس. خسرت النهارده كل فلوسي، عملت حادثه بالعربيه لا قدر الله فالعربيه اتدمرت، خلاص انا كل حياتي سودت عشان خاطر العربيه اتدمرت، مع ان انا اصلا قبل ما اجيب العربيه كنت عايش عادي جدا. بس النهارده هي دي اللي انا بفكر فيها، دي اللي انا الحدث اللي لسه حاصل دلوقتي اللي مسيطر عليا بشكل ما من الاشكال. ف هي دي الاماكن دي لازم، او هي دي اللي مسيطر عليا دلوقتي. هل بقى في طرق ان احنا نتجنب مثلا حاجه زي كده؟ ايه الوقايه ازاي، العلاج ازاي ساعه ما ده يحصل؟ دي كلها اسئله بقى تبدا تتفتح معانا. نتجنب دي لازم. هل اصلا في حاجه لازم؟ ما ده سؤال مهم. من وجهة نظري انه يعني اكيد في هو فيه بس مش اللي احنا بنفكر فيه. مش اللي احنا بنفكر فيه. يعني الامور الحياتية دي لا مش لازم. وهنا بقى يجي جزء تصغير الامور، ان انا يعني انت شفت احنا قلنا على كام حاجة دي لازم، كام حاجة بقى بنقول عليها مش لازم. دي بقى خفيه، لان انا لو بقول انها مش لازم ومصغرها غالبا انا اصلا مش واخد بالي منها، يعني هي مش انا مش شايفها. فانت قلت ايه دلوقتي؟ انت قلت انا ما اعرفش، ما اعتقدش ان في حاجه انا مصغرها قوي، او يمكن في بس انا مش عارف. هو الطبيعي ان انت مش هتبقى عارف ليه، لانك مصغرها قوي فهي مش على الرادار اصلا بالنسبه لك. اللي مكبرها قوي على الرادار فواضحه جدا، دي بتصرخ في وشك انا اهو، بس اللي مصغرها قوي انا مش شايفها. الاوحش بقى من اللي احنا مكبرينه هو اللي احنا مصغرينه. يا ترى ايه الحاجات اللي انا مصغرها في حياتي وهي اصلا مهمه، واعرفها ازاي؟ ومين اللي يقول لي عليها؟ طب وهي مهمه قد ايه؟ ولا هي اهم بكتير من الحاجات اللي بتصرخ في وشي واللي انا شايف ان هي لازم؟ انه غالبا ده اللي هيبقى حاصل، ان انا مصغر حاجه قوي 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 مثلا. الحاجه دي ممكن توديني في داهيه بعد كده. لو هنتكلم بأمثلة سهلة وقريبة يعني،
ماشي، هو انا قد ايه بفكر في يوم القيامه؟ مصغره قد ايه او مديله حجم قد ايه من حياتي؟ احنا مصغرينه جدا. تعالى نرجع للعمل الكتالوج، فاهم؟ عشان يبقى الموضوع ايه، خلاص ده مش في ايدينا يعني. انا مهما فكرت هوصل لايه؟ بس ربنا قال لي على شويه حاجات. دخلت مره على جوجل اكتب في كام سوره من القران ذكر يوم القيامه، كام بقى في المية من الصور؟ 90% من الصور. يعني ربنا سبحانه وتعالى منزل كتاب وقال لك هو ده الكتالوج بتاعك. 90% من الكتالوج في يوم ذكر القيامة. يوم القيامة. طب كام بقى في المية في ذكر ان نركز في الدنيا؟ ما سألتش السؤال ده لجوجل يعني، فمش عارف، بس هو اكيد قليل قوي. طب انا بقى 90% انا عندي العكس بقى، انا عندي كام في المية؟ هي اصلا 10% ده كتير جدا يعني. لو انا بفكر 10% في يوم القيامة يبقى ده رقم فاهم هجيب بيه امتياز. لا، هو اصلا اقل من كده بكتير. احسب عدد ساعات اليوم، عدد ساعات الاسبوع، 180 او 186 ساعه حاجه كده. كام ساعه منهم انا مقضيهم بذاكر الامتحان النهائي ده؟ وكام ساعه منهم مقضيهم بذاكر الامتحانات اللي هي بتحصل دلوقتي؟ ايه ولا حاجه. في الشهر ولا حاجه. في السنه اتخرجت انا من سنه كام في مذاكره الحاجات دي؟ بقالي 5 سنين واقف في نفس الحته، بقالي 10 سنين واقف في نفس الحته. فدي حاجات انا مصغرها قوي. حاجة مرعبة يعني. فكرة انا بقالي كام سنة واقف في نفس الحتة، يعني اللي هو تعالى نقول انا بقالي مثلا 10 سنين ملتزم بالصلوات كلها، صلي كل صلاة في ميعادها مثلا يعني، وحافظ جزء مثلا جزئين 3، وهم دول خلاص ده انا معايا. بس 10 سنين على فكره انا في الحاله دي هبقى شايف ان انا جامد جدا. انا بقالي 10 سنين ما فوتش فرض، ده اللي بيتقال. هتسمع كده كتير، ده انا ما بفوتش فرض. هو اولا ده نادر، دي مشكله اصلا في حد ذاتها. بس ثانيا، طب ماشي، ما انا ثابت. هل انا بقى في شغلي بتاع الصبح ده اللي هو انا نسيت فيه المحفظه والجو ده بقالي 10 سنين في نفس البوزيشن ومش متضايق؟ ولا دي انا مكبرها بقى؟ ايه ده؟ الشهر ده يعني في ناس كتير قوي عندنا، هو في الشركه اللي بشتغل فيها دلوقتي بيرقوا الناس كلها في وقت واحد. بيجوا في شهر 8 يعلنوا عن كل الترقيات اللي هتحصل السنه دي، والترقيات دي كلها افكتيف في شهر 10. كويس. فخلاص انت فجاه صحيت من النوم لقيت ان في 240 واحد في الشركه اترقوا، اسمي مش فيهم. انا لسه جاي الشركه عامه يعني، فطبيعي اسمي مش هيبقى فيهم. بقى لي 3 شهور ولا حاجه. بس يعني هو ايه، بسمع من اللي حواليا بقى طبعا الناس بتتكلم ومبروك ومش عارف ايه وبتاع. فانت معدي على 5 بتقول ل3 منهم مبروك، و2 قاعدين جنبهم ما بيتقالهمش مبروك. دول احساسهم ايه؟ انا لسه داخل نار. الشركه ما كملتش 5 شهور، وبعدين اما اقول هم ازاي ما رقونيش يا جماعه، بقولها بهزار، بس هي من جوايا في حته كده اللي مش معنى انا، حته صغيره كده جوه، مع انه متاكد ان مش هيبقى انا، مستحيل. لسه جاي اصلا ما عدتش بروبيشن، فاهم؟ فالحته دي مكبرها قد ايه او مهتم بيها قد ايه مقارنه بحاجه تاني مثلا؟ يعني احنا هدفنا سكه دينيه شويه، بس هو مش عارف لما اجي افكر في ايه الكبير وايه الصغير ما اقدرش انا احكم، لان انا في الاخر حكمي ولا ليه اي معنى. هو ربنا قال لي ايه الكبير وايه الصغير، بس انا عامل العكس، ماشي بدماغي. كنت لسه بقول لك حتى يعني لو بنشوف بنعمل ايه لما الامور بتبقى كبيره، لان احنا بنبذل مجهود اكتر بكتير. زي كنا لسه بنتكلم قبل ما نبدا تسجيل على طول عن المقاطعه ومسانده فلسطين يعني باللي بيمروا بيه، ربنا يرفع عنهم. ان احنا كنا بنعمل ايه في الاول في البدايه بقى، ولما ابتديت انا شخصيا اقاطع وبقيت شايف ان انا من الحاجات اللي انا لازم اكون بعملها هي نشر الوعي مع اصحابي والناس اللي حواليا، وان انا على السوشيال ميديا ببوست الحاجات اب تو ديت كده. يعني مش بحاول قوي ان انا اعمل شير للمناظر اللي هي ممكن تكون مؤذية شوية، رغم ان هو لازم يعني ان احنا نبقى عارفين على الاقل الناس دي بتمر بايه والى اي قدر هم عندهم الموضوع كبير. وكنت بعمل كل الكلام ده في البداية وبقيت شايف ان انا هبقى مقصر جدا لو انا مش بدعي للناس دي كل يوم في كل صلاة. لو انا يعني ده الجزء الاساسي بالنسبة لي. والناحية التانية ان انا ابقى مقاطع كل حاجة على قدر الامكان،
او كل حاجه تقريبا مع الوقت بقى. يعني احنا بقى احنا داخلين في سنه خلاص على بدايه على أحداث الحرب. شهر، يعني هي كلها شهر، بقى لنا 11 شهر كده بالظبط. ف فين انا بقى في ال11 شهر دول؟ انا الكيرف بتاعي عامل ازاي؟ في البدايه لما كان الموضوع كبير بالنسبه لي، لان الموضوع لسه كبير، هو ما صغرش. لما انا كنت مدي للموضوع حجم كبير فكنت حاسس باهميته، كنت بعمل كل الكلام ده. الموضوع مع الوقت من عندي انا برضو فضل يصغر 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 في الاهميات يعني اللي في حياتي، ومش بعمد، عن غير عمد تمام. فالدعوة اللي كانت كل يوم في كل صلاة، يعني كنت بدأ في كل صلاة 5 دعوات في اليوم يمكن أكتر، بقت دعوة واحدة في اليوم في صلاة من ال5 صلوات، لغاية لما بقت دعوة في الأسبوع، لغاية لما بقتش ولا دعوة. وضع محزن جدا بالنسبة لي، بس أنا هنا مش معرفش ليه I lost control على الموضوع. يعني الموضوع صغر وانا مش عايز اصغره، الموضوع كبير وانا مقتنع تمام الاقتناع ان الموضوع كبير. بس هي تحس ان هي اوضه ليها مثلا فيها مكان ل10 مواضيع كبيره، فلو في موضوع جديد دخل بيزق موضوع قديم، فهو ممكن ده اللي حصل معايا. هي اصلا الطبيعي ان انت لما تفكر في اي حاجة عدت عليك في حياتك هتلاقي انها في وقت كانت كبيرة وبتقعد تصغر، ويمكن يجي وقت تاني ترجع تكبر وبعدين ترجع تصغر. يعني تحس في موجة كده بتمشي، وفي مواضيع بتصغر لحد ما تفيد خالص وتتنسي تماما، ما عادش شاغلني خالص. مثلا المسطرة اللي كان نفسي اشتريها وانا في تانية ابتدائي، فاهم؟ طبعا مش فاكر ان كان في مسطرة ولا حاجة، بس مش بفكر فيها دلوقتي، دي حاجة ماتت. بس حاجة زي مثلا انا يعني برضو مش عايز ادخل في ايه في القصة بتاعت المقاطعة تحديدا وحاجات سياسية وكده، عشان دي بيبقى فيها حتة رمادي قوي ومحدش هيتفق عليها وبتاع. فتعالى نتكلم في الكونسبت مش في الكيس. انت دلوقتي عندك الحكاية دي حصلت السنة اللي فاتت، حصل حاجة احداث يعني فابتدت تنتشر، فابتدى الموضوع نرجع نفتكره بعد ما كنا ايه نسيناه. بس احنا ما كناش ناسينه من زمان، قبلها بكام سنة حصل حاجة فافتكرنا، فهكذا بتحصل حاجة كل شوية نفتكر وبعدين نقعد ننسى، نفتكر وبعدين نقعد ننسى. هو ده الطبيعي، يعني دي مش حاجة غريبة انك تفتكر وتنسى. رأيي الشخصي ان يمكن اهم حاجة في اللي انا المفروض افكر فيه لنفسي هو انهي قضية من القضايا الكبيرة دي هي اللي انا هكرس لها حياتي. يعني انا مش هينفع اصلح كل الكون لوحدي، يعني مش هينفع اصلح كل المشاكل اللي مضايقاني في الكون، مش هينفع ارصف الطريق وفي نفس الوقت اروح انقذ البلاد التانية مثلا، وفي نفس الوقت اطلع كل المظلومين حد اتظلم في حاجة مثلا ولا بتاع اخرجه من المأزق هو فيه، وفي نفس الوقت اقضي على كل الامراض اللي في الدنيا، وفي نفس الوقت اكون بساعد في ان كوكب الارض يبقى كوكب اخضر وما يبقاش فيه طاقة غير متجددة ومش مستدامة، والكلمات اللي هي ايه الكبيرة اللي انا مش فاهمها 3/4 دي. مش هينفع اعمل كل دول. انا هاخد حتة واقول دي حتتي، هشتغل هنا، وفي الحتة دي مش بتتعارض مع الكلام اللي قلناه في الاول. ليه؟ ان هو اصلا انا موجود هنا لهدف. السؤال بقى هو انهي هدف انا هختاره لنفسي الفترة دي. ممكن الهدف ده يتغير كل فترة، ما عنديش مشكلة، بس انا الفترة دي اختار ايه هدفي. لو انا اخترت حاجة مش هي الحاجة اللي فيها جهدي المستمر، لو خدنا المثال اللي انت قلته، انا اهتميت بالقضية الفلسطينية شوية عشان حصل حدث معين، بس انا جهدي كل يوم فين؟ مش هناك. انا جهدي كل يوم في الحتة اللي انا فيها، في شغلي دوت، في القضية بتاعتي دي، في ايا كان. فالطبيعي ان انا هنسى دي بعد شوية، هتفضل تنزل 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 وتخلص. لما يبقى يحصل حاجة تانية هبقى افتكرهم تاني، او هاجي في وقت من الاوقات اقول يا ايه ده، هو انا ليه نسيت القضية؟ تعالى اما ارجعها، فرجع منها حتة. تعالى نخرج خالص بره القصة دي ونقول ان احنا عايزين نعمل دايت.
اشهر حاجه الناس كلها عايزاها، انا هعمل دايت فسخنت النهارده، فالنهارده اكل مسلوق ومش عارف ايه، واول ما اروح خلاص يعني في الشغل خدت معايا لانش بوكس مكرونه مسلوقه وفراخ مشويه، يا سلام، احسن واحد في العالم بيعمل دايت. اول ما خلصتهم رحت طالب ديزرت عشان كده كفايه قوي دايت كده. كل الناس كتير قوي من الناس بتعمل كده. ليه؟ عشان دي مش قضيتي. انا مش فعلا عايز اعمل دايت يعني، انا سخنت بس شويه دلوقتي، حاسس ايه ده يا لهوي، لبست البنطلون ده لقيته ضيق عليا سنه، لا ده الموضوع ده مش نافع، عندي فرح ولا رايح الساحل فعايز اعمل فورمه الساحل، طبعا للناس اللي بتروح يعني انا ماليش دعوه بالحاجات دي. كل حاجه كده ليها فتره انت نفسك فيها وموتيفيتد دلوقتي ويلا بينا، فهعمل كل حاجه اقدر عليها، بعدين هتروح. الا اذا هي دي بقت جهدك المستمر، هي دي بقت قضيتك اللي انت اخترتها لنفسك في الحياه، فانا هكرس نفسي ليها وهمشي في السكه. لو انا سبت اللي بعمله ورحت بقى معرفش انا السكه المفروض تبقى ازاي يعني، بس حاسس ان هي حاجه هتبقى دبلوماسيه مثلا، رحت اشتغل في السلك الدبلوماسي اللي انا برضو مش عارف هما بيشتغلوا ايه بالظبط، ساعتها ابقى انا في الطريق ان انا هصلح دي. او رحت اعمل مش عارف يعني اعمل مثلا قناه على اليوتيوب، حاجه اسهل شويه من ان انا اشتغل في السلك الدبلوماسي، بس القناه دي هي احنا هنفتح بقى دلوقتي قناه جديده على اليوتيوب وهنقعد نقضي وقتنا وجهدنا في ان احنا نذيع كل حاجه بتحصل. فهبقى جهدي فين كل يوم؟ ان انا الم اخبار، ان انا اتابع اللي بيحصل، ان انا اعمل واحط الكونتنت بتاعي، فخلاص شغله بالي على طول، فخلاص بقت هي دي اللي انا بعمله على طول. بس احنا بنشغل بالنا بحاجه مش هي اللي احنا بنعملها فبتروح، ايا كان بقى الحاجه دي دايت ولا قضيه كبيره ولا قضيه صغيره. وجهة نظرك ان احنا المفروض ما نشغلش نفسنا بالحاجات اللي احنا مش قادرين نخليها شغلنا الشاغل؟ مش عارف. ماليش وجهة نظر. ممكن ما نكبرهاش يعني. انا ممكن اقول ان انا لا يا عم ماكدونالدز ده ناس اشرار بيساعدوا الاعداء، في نفس برضو المثال اللي انا ما كنتش عايز اتكلم فيه ده، قضيت الحلقه كلها بتكلم فيه. مش هاكل من ماكدونالدز تاني، خلاص انا كده عملت حاجه اهو، خدت خطوه تنتوفه، مش خطوه خالص، خطوه صغيره جدا، بس بالنسبه لي دي خطوه. طيب هل انا هرجع اكل منه تاني؟ لا خلاص ده قرار خلص انتهى الموضوع، فدي خطوه بتاعتي. بس هو ده مش كل حاجه ممكن اعملها، اكيد ممكن اعمل حاجات اكتر لو خليته شغلي الشاغل، بس هي الحته بتاعتها او حجمها في حياتي او في حياه ناس كتير هو منحصر على انت مقاطع ايه وبتشتري من ايه ومقاطع ده ولا لا، وده مقاطعه ليه وكده. حتى الناس في المقاطعه يعني تلاقي ليفلز، واحد بيقطع حاجات معينه وحاجات لا، كل واحد تلاقي عامل نفسه حدوته كده وماشي عليها، والحدوته دي بالنسبه له بسطاه، ومش غلط قشطه يعني، انا عامل نفسي حدوته وماشي عليها وبسطاني، كل واحد كده. وفي اي حاجه في الدنيا برضو هيبقى كل واحد عامل نفسه حدوته وهو مرتاح كده، فمساحه واسعه فيها اجتهادات كتير، كل واحد يجتهد بمزاجه. بس ما ينفعش اللي انا بفكر فيه ان انا ما بقاش بحاسب نفسي انه ليه دي بتصغر وانا اصلا مش حاطط فيها جهد، وانا اصلا مش مديها اولويه، اكيد هتصغر. بس يعني في حاجه، وعشان هو المثال ده يعني حاسه واقعي قوي عن نفس الفكره اللي احنا بنتكلم عنها، يعني لو جينا نطبقها في كل حاجه في الحياه. انا كنت حاطط فعلا جهدي ان انا نشر الوعي وبيني وبين الناس معارفي، الدعاء والمقاطعة، هما الثلاث حاجات دول الثلاث حاجات اللي انا قادر احط فيهم جهد، وكنت حاطط فعلا فيهم جهد ومركز فيهم جدا، مركز جدا جدا ان انا مشتريش اي حاجة مقاطعة، وادخل ونشوف من الابليكيشنز ونسأل بعض هي دي مقاطعة يا جماعة ولا لا، وندخل ونسيرش على الانترنت وغيره. الدعاء لا، بفكر نفسي يعني، انا ممكن ما اكونش بدعي لنفسي كل صلاة، اللي هو حاجة ليا انا، ممكن فعلا ما اكونش بعمل كده كل صلاة، غير الاذكار اللي هي الثابتة، بس مش حاجة انا يعني قايلها لنفسي. كنت مركز جدا ان انا ادعي لهم في كل صلاة. الناس دي بتعيش حياة انا مش متخيلها، ولا حد فينا قادر ان هو يتخيلها يعني، فمجهود. فبحس بنفسي ان هو صغير.
يعني مش عارف بقى دي تتصنف في انهي حته، عشان انا بحب اصنف كل الحاجات زي ما انت عارف. بس انت دلوقتي موضوع حصل جديد، حاجه حدث فبقى شاغل حياتك فمركز فيه جنب بقيه الحاجات، بس جه مع الوقت اتجنب، ما بقاش هو ده المهم، بدأ يصغر بالتدريج. بدل ما كانت 5 مرات بدعي بقت بدعي مرة، بقيت بدعي مرة في الأسبوع، بدعيش خالص، بدعي كل ما بفتكر. يعني كمثال من أمثلة الجهد يعني موضوع الدعاء، بدل ما كنت بنشر حاجات كل يوم ما بقيتش انشر حاجة خالص، أو بقيت بنشر حاجة كل يوم ويوم وبعد كده مش بعمل حاجة. انت واحد فتحت شركة جديدة لسه، او فتحت صفحة جديدة، بلاش شركة يعني موضوع كبير قوي، صفحة جديدة على الفيسبوك. انا جيت في وقت قلت ايه، هعمل هركز في البودكاست وهقعد اكبره فاكر، وهحط بوستس كل يوم وبتاع. بعدين بدات اكتب فعلا بوست 3-4 ايام وخلاص هو البوست اختفى، وابتدى يعني العجله تزق شويه، بطلت. هو انا بس بطلت اقول لك ليه؟ على حاجه، ما هو ده شغلك الشاغل. مش قوي بقى لما تيجي ما هو انت بتعرف منين بقى؟ بتعرف وقت الامتحان مش وقت الرخاء. يعني وقت الحماسه مش ده الوقت اللي انت تقول فيه او تحكم فيه ايه المهم بالنسبه لك. انت بتحكم وقت اما تبقى مش متحمس. انا كل ما بشوفك بقول لك ايه، إيه؟ بقول لك تعالى نفتح مشروع. دي لحظه الحماسه. فانت تقول لي لما بنيجي نتكلم على فكره الاحلام يعني، فانت بيبقى حلمك هو البودكاست، وان قد ايه الموضوع يكبر من ناحيه مش بس البودكاست اللي احنا بننتجها مع بعض او اللي احنا بنقدمها، تبقى البودكاست اللي احنا بننتجها. يعني انت الهدف ان يبقى في بودكاست بننتجها اكتر من بودكاست احنا بنقدمها. صح. فده الحلم. قد ايه الحلم كبير، كبير، بس مش اكبر حاجه في الحياه، بس كبير. بس وليه كبير أهمية. عليا يعني. يعني الحلم كبير وليه أهمية وعلى بالك على طول ودايما فاكرينه وكل أسبوع على الأقل بنتكلم فيه مرة، اللي هي وجودنا إن إحنا وإحنا يا إما وإحنا بنعدل يا إما وإحنا بنتكلم. فهو موضوع كبير مهم، بس ما فيهوش مجهود، أو المجهود اللي أهمية الموضوع بتتطلبه. قصدك ان احنا مش حاطين له جهد كفايه. ايوه. فالموضوع برضو ما هي دي مشكلتنا في كل في حاجات كتير، ان انا عندي حلم معين اهو، بتفرج عليه من بعيد وبمشي واسيبه، او بعمل حاجه مينيمم ان انا مرتبط بيه، يعني هو موجود في حياتي. عارف لما كاني ايه، انا بصلي، صحيح مستعجل وصحيح سرحان وصحيح بس بصلي، يعني في خيط موجود. انا بدعي ربنا، صحيح انا ما بصليش بس بدعي ربنا، يعني ده كمثال برضو تاني. فانت مش قاطع تماما الموضوع، بس هل اللي انا بعمله ده هيوصلني في الاخر؟ لو انا فضلت ماشي زي ما انا كده، لو انت فضلت زي ما انت هتفضل تاخد نفس النتائج. هي مش صعبة. انت في النتائج اللي فيها دلوقتي ليه؟ عشان الجهد اللي بتبذله دلوقتي. طيب انا عايز احسن النتائج، زود الجهد. طب ما بتزودش الجهد ليه؟ عشان مش مهم. مفيش اي حاجة تاني غير ان هو مش مهم كفاية. مش مهم خالص، هو مش مهم كفاية، هو مش اهم من اللي موجود، او ظروفك مش مناسبة فانت مأخره، يعني مش مهم. او هحكي لنفسي حدوتة، ايوه يعني مش مهم. في الاخر مش مهم. ايه الدليل على ان هو لو مهم هعمله؟ ان انا لو عندي انترفيو في شغلانه انا عايزها، والانترفيو ده جالي الساعه 4 الصبح في يوم من الايام، هبقى صاحي من الساعه 12 بالليل بجهز، مش هنام اصلا، وهروح وهقعد في الانترفيو محترم، وهبقى صاحي وفايق ومركز، وهتكلم ليه مع ان ده صعب. طب ولما بقومش اصلي الفجر ليه مثلا؟ عشان 4 الصبح يعني فجت كده، عشان مش مهم. طب ما التاني اشمعنى التاني عملته، اشمعنى ده ما عملتوش؟ هتلاقي كل حاجه كده، يعني انت بتقدم حاجه وبتاخر حاجه. انا هقدم ان انا مثلا العب مع زين، وان انا ما اقعدش اكتب البوست، او ان انا اقعد اتفرج على المسلسل، بلاش العب مع زين، حاجه مهمه ان انا العب مع زين، خلينا في حاجه مش مهمه. انا هقدم ان انا اتفرج على المسلسل اللي انا في سيزون 4 دلوقتي، ده معنى ان انا كان عندي اتليست، يعني لو قلنا السيزون مش عارف ايه 20 حلقه في سيزون 4 فدي 80 حلقه، لو الحلقه ساعه الا ربع، شوف دول كام ساعه. دول كام ساعه ضاعوا. كان ممكن جدا يبقوا 5 ساعات بس المسلسل والرفاهية دي، وبقية الوقت ده ال50 ساعة التانيين دول كنت عامل فيهم حاجة في الحلم،
اللي احنا هنعمل الحلم ونعمل يعني دبل كوتس طايره كده اللي هو مركون على الرف، فاهم؟ ايهما اهم، الحلم ولا المسلسل؟ لو سألتني الحلم، لو شفتني مسلسل. طب هي بالكلام ولا بالفعل؟ بالفعل. اذا هي مش بقد ايه الموضوع كبير هي بالمجهود اللي بيتبذل. كل ما بذلت مجهود كل ما الموضوع كبر، كل ما بطلت مجهود كل ما الموضوع بيقل. طب ما انت باذل مجهود في المسلسل بس الموضوع بالنسبه لك عادي. يعني لو انا كلمتك كنت قاعد تتفرج على المسلسل هتسيبه وتقوم، تعالى ننزل، تسيبه وتقوم. لو زين عايزك وانت قاعد تتفرج على المسلسل هتسيبه وتقوم. لو جات لك فكره انت عايز تقوم تعملها حالا في البودكاست هتسيبها وتقوم. جالك تليفون شوت هتسيبه وتقوم. لو جاي ميعاد الصلاه هتسيبه وتقوم. في كل حاجه في الحياه اهم من المسلسل، بس احنا قاعدين بنتفرج على المسلسل وبنبذل فيه مش مجهود يعني، بس بنضيع فيه الوقت. ما على فكره الوقت اللي بيضيع ده بيكبره عندي، صح؟ يعني انت انا دلوقتي سيزون 4 هسيبه كده ما كملش بقيه السيزون؟ لا بس لما هيتحط قدام اي حاجه تانية في الحياه بيتركن على في ثانيه على الرف. مش حقيقي قوي، بيتركن بس لو الحاجه التانية دي بتصرخ في وشي. لكن هو وجود يعني ان انا قاعد بتفرج عليه ده معناه ان انا راكن كل حاجه تانية في الحياه، بس انا مش واخد بالي اني راكنها ليه، لان هي ما بتندهش عليا. انت لما تكلمني في التليفون انا خلي بالك انا هدوس بوز، يعني مش هيفوتني، هرجع له تاني. ايوه ودي مهمه، بس تركن. لو هيفوتني يعني نو اوفنس بس ممكن ما اردش عليك مش قصدي عليك انت بالذات، بس ممكن افرض بقى في الحته اللي هم فاهم هيلاقوا فيها القاتل، لا معلش دي لو هتفوتني مش هعرف الاقيها تاني، بس هي عشان مش هتفوتني هعمل بوز وهرد عليك وهرد على اي حد بيكلمني وهرجع تاني. هي دي الفكره، ان انا هرجع تاني. انت هترجع تاني بس عادي، انت ممكن ترجع بعد كتير. يعني مش لازم ترجع دلوقتي، يعني مش لازم ترجع بكره، ممكن ترجع بعد اسبوع، ممكن تركن على الرف كتير بعدين تفتكر. يعني في مسلسل هاوس مثلا، هاوس ده 5 سيزون مش عارف كام حلقه، كتير 8 9 حاجه كده. ف مش والله مش فاكر بس 8 9 سيزونز كتير. كل سيزون 24 حلقه كتير ده انا مثلا قعدت اتفرج عليه في كتير جدا 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 جدا، وكل ما يتركن على الرف قد كده ابقى ارجع له تاني يوم ما ابقى زهقان، مع انه بالنسبه لي كان حلو قوي، كنت بحب اتفرج عليه جدا، بس كان بيتركن على الرف قدام اي حاجه تانية بتيجي قدامه. ف انا حاسس ان انا محتار يعني مش حاسس ان المعادله مظبوطه. يعني هي مش معادله كل ما ببذل مجهود الموضوع بيزداد أهمية، ومش حاسس المعادلة دي مظبوطة 100%، ومش حاسس معادلة ان هو لو انا كبرت الموضوع فهو ده اللي انا ببذل فيه مجهود. حتى المعادلة دي مخرمة يعني. يعني احنا ايه اكتر حاجة بنفكر فيها في الاسبوع؟ الشغل. ليه؟ عشان عندنا كل يوم. عشان انت كل يوم 8 10 12 ساعة في الشغل. ايوه ماشي بس فده جهد. صح. وعشان انت شايف نتيجة مباشرة، بمعنى ايه؟ السالري بتاع كل شهر، ده النتيجة المباشرة. وشايف جزاء مباشر لو ما عملتوش، هيتخصم السالري بتاع كل شهر او هترفد. تعال نسيب الشغل على جنب. عشان فكرة الشغل بحد ذاتها يعني بتختلف عن كل حاجة تانية تقريبا في الحياة. ايه تاني اكتر حاجة؟ اصل هي دي الحاجة الوحيدة اللي دايركتلي ريوردنج يو كده على طول. ايه تاني اكتر حاجة بتفكر فيها في الاسبوع؟ مش عارف. يعني عندي اسهل شوية، بس موزي اسرتي يعني اصغر اسره. تالت اكتر حاجه هتلاقي مثلا ايه؟ مامتي وبابايا مثلا، فاهم؟ ايه اكتر حاجه شغله؟ ليه اكتر حاجه شغله بالي؟ سيبك من الشغل، ليه اكتر حاجه شغله بالي؟ بس موزين اكتر حاجه انا بذل فيها مجهود ووقت، اكتر حاجه بقضيها، وبرده immediately rewarding. ما اقعد مع زين العب معاه ريورد في نفس اللحظه، لما اتخانق معاه ريورد برضه في نفس اللحظه، اللي ساعتها تبقى حاجه سلبيه. طب انت قلت تعال نروح تالت حاجه، يعني هتبقى حته سخيفه شويه بس معلش. انت قلت بابا وماما، قد ايه الوقت والجهد المبذول مع بابا وماما comparing to حاجات تانية كتير. يعني بدأت تختلف بقى من شخص لشخص ومن فترة لفترة، بس انت يعني فكر ان انت اول 16 سنة من عمرك انت كنتش تعمل حاجة غيرهم.
صح، بس يعني انا بتكلم معاك انت شخصيا على الفتره الحاليه. اعتقد ان الوقت نفسه مش كبير، والمجهود نفسه مش كبير comparing to حاجات تانية كتير موجوده. متاكد 100% ان احنا كلنا بنجاوب على السؤال ده بابا وماما، او اغلبنا يعني بنجاوب على السؤال ده بابا وماما. عايزين نكبر الموضوع ده، ان احنا بابا وماما لازم نبقى دايما مهتمين بماما وماما، لازم واخدين بالنا منه. قد ايه بقى من وقتنا احنا بنقعد معاهم، قد ايه من جهدنا بنبذله تجاههم. هتلاقي لو دورت في اسبوعك هتلاقي في حاجات تانية. انت ممكن تبقى احيانا بتشوف صحابك في الاسبوع اكتر من بابا وماما. صح، وده هيخلينا نفتح صفحة جديدة في موضوع الجهد، انه مش بس الجهد الجسدي، في جهد قلبي. يعني انت فكرك مشغول بايه، قلبك مشغول بايه، مش بس انت فين ومع مين. يعني انا ممكن ابقى قاعد معاك مثلا، بس انا قاعد بفكر في اي حاجة تاني، بفكر في الموبايل الجديد اللي انا عايز اجيبه. بكل تأكيد انا اتفق جدا وصح، دي هتزيد. بس حاسس ان الموضوع يعني في جهد قلبي وفي جهد عقلي وجهد بدني، كلهم كده على بعض مش بيكبروا موضوع الأهمية بتاع بابا وماما ده. هو الموضوع كبير جدا، انت دايما فاكره، عمرك ما بتنساه. وانس ان انت مثلا حسيت ان انت بره في وقت من الاوقات ممكن يبقوا قلقانين عليك، او انت بعدت فتره فانت حاسس ان هم لا انت لازم تطمن عليهم دلوقتي. تالت اهم حاجه، تعال نقول اول اهم حاجه في حياتك دلوقتي بابا وماما. بس بص على كده على كل حاجه تانية تلاقي برضو ستيل وقت، جهد قلبي ممكن يبقى اكتر في حاجات تانية كتير. ايه اهم حاجه؟ بابا وماما. بالبق بسهلة، بس هو فعلا وبالقلب وقلبك كده بيقولك لا دول اهم حاجه. حلو. عايزين نقيس بقى. ما هي دي بقى. نقيس ازاي؟ ما مش عارف. انا اقول لك فكرة. ماما قالت لي انا عايزاك توصلني مشوار في 6 اكتوبر وانا في التجمع. فطبعا الناس كلها عارفه ان ده سفر وبنكسر الصلاه وكده، فاحنا اصلا ايه ما بنعملش كده. انا بقطع علاقتي باي حد اعرفه في 6. انا ليا اصحاب في 6 اكتوبر بقالي سنتين بحاول اشوفهم، ولا هم عايزين يجوا التجمع ولا انا عايز اروح لهم، فما بنتقابلش. فما انت عايزك توصلني مشوار في 6 اكتوبر. وواحد من صحابي اللي بقاله سنتين ده ومن اقرب الناس ليا قلبا، ما بقعدش معاه خالص عشان المسافه، يقول لي انا لو جيت لي هعزمك على الغدا بس تيجي انت، يعني عشان نتقابل. يعني فابتدى يبقى فيه بقى ايه مفاوضات، اللي هيضحي بالطريق مش هيضحي بالفلوس وكده. يعني انهي واحد فيهم انا قلبيا مستعد اعمله اكتر؟ انا ممكن اقول ماما، ممكن اقول لواحد تاني يقول صاحبي، ممكن واحد تاني يقول اصلا ولا ده ولا ده، انا كده كده مش رايح 6 اكتوبر، فاهم؟ فهو بالنسبه له دلوقتي ايه اهم حاجه في الحياه؟ انا ان هو ما يروحش 6 اكتوبر ان هو ما يمشيش في الطريق ده، بالنسبه له اهم حاجه راحته هو الشخصيه. فهي دي التركه. وقت الامتحان ماما قالت لي انا عايزاك في كذا، وفي الوقت ده انا عندي مثلا ريكويست في الشغل ان اقعد اوفر تايم عشان ما يبقاش حاجه اوبليجاتوري. بس اقول لك على هقعد حاجه الاوفر تايم ولا هروح مع ماما المشوار؟ يعني اصل حاسس القاعده ليها شواذ كتير قوي. يعني هنا تحديدا برضو ممكن لو كررنا الامتحان ده 5 6 7 و8 مرات هتلاقي النتيجه اختلفت. يبقى ماما مش اهم حاجه في حياتي. لا، ما ينفعش يبقى في اي حاجه تاني مهما انكرت. طالما انا وقت ما هي قالت لي تعالى ما روحتش، يبقى هي مش اهم حاجه في حياتي. لان معنى اني ما روحتش ان في حاجه تانية اهم دلوقتي. الاذان ادن وعندي ميتنج، هصلي ولا هحضر الميتنج؟ ما ينفعش اقول ان انا هحضر الميتنج واقول برضو ان ربنا اهم حاجه في حياتي، فاهم؟ هي الفكره في كده، ان مشكلتي انا الشخصيه ان انا مش بلاقي كونسيستنسي او تناسق. ايه تناسق دي؟ استمراريه. بس مش هتنفع ان اللي بيتقال زي اللي بيتعمل. هو مش زيه، في عدم توافق ما بين اللي بنقوله واللي بنعمله. حط اي حد قول له ايه اكتر حد بتحبه، الاجابه غالبا هتبقى يعني حاجه من 3 حاجات، مش هتطلع بره ال3 بني ادمين او ال3 اجابات دول، فاهم؟ طب تعالى بقى قيس وقتك قد ايه مع الناس دي، جهدك بقلبك بفكرك باي حاجه قد ايه مع الناس دي. مش هي نفسك تنجح يا ابني، ما بتذاكرش ليه يا ابني؟ معلش اصل انا مش فاضي. بتعمل ايه يعني؟
عادي، ما كل الناس اللي كانوا معانا في الفصل واحنا في ثانوي كان نفسهم ينجحوا، بس كلهم نجحوا؟ لا. بس لو سالته انت شغلتك ايه هيقول لك انا شغلتي طالب. صح، مكتوب كده في البطاقه طالب لو عندك 16 سنه. طالب، دي شغلتي. هل ده فعلا انا بعمله؟ هل انا بقضي الوقت ان انا طالب؟ لا. انا بقى بعمل ايه؟ قاعد بقى على القهوه بلعب بلاي ستيشن، بعمل فيديو جيمز، ايا كان مش فارق، بس مش شغلتي ان انا طالب. مهما قلت الحق ان انت مش طالب. ايه اللي يثبت؟ الجهد. فين الجهد؟ طب اجيب جهد ازاي لو انا لو انا ما بعملش؟ اتدرب. يعني اجبر نفسي اقعد. هو انا مش عايز اذاكر، في ناس عايزه تذاكر، في ناس بتحب تذاكر، ماشي ذاكر براحتك. هو بيذاكر وبيحب كده، سهله بالنسبه له. طب انا مش سهله بالنسبه لي، بس هي شغلتي ولا مش شغلتي؟ المفروض يعني نظريا ساعتها شغلتي. طيب هعملها ولا مش هعملها؟ مش هعملها، يبقى انا مش مهتم، يبقى هي مش اهم حاجه في حياتي. انا مش مختلف، انا مقتنع ان الموضوع ليه علاقه بجهد قلبي عقلي بدني، بس متاكد ان في حاجات مختلفه هنا في الحته دي، مش عارف. وماله؟ لا يعني لا مشكله ان الباب يفضل مفتوح، يعني مش احنا عمرنا اصلا ما بنلاقي حل قاطع يعني. فاللي هو فعلا هيفضل الباب مفتوح وهيفضل السؤال موجود. بس يعني لو هخرج انا بحاجه من المحادثه اللي احنا عملناها دلوقتي دي، هتبقى اقيس بايه؟ انا بس ما عنديش مشكله ان انا ابقى يعني اقول او ان انا اعترف ان انا مش مهتم اكتر حاجه في الدنيا بصحتي، بس ما اقولش ان انا اكتر حاجه تهمني صحتي وانا عمري ما رحت للدكتور السنان بقالي 3 سنين. اتفق ان وحده القياس هنا تبقى المجهود، لان هي دي الحاجه الوحيده الواضحه، فانا اتفق معاك على الجزء ده. المجهود وقت الامتحان مش وقت السهوله. يعني المجهود بالذات بقى امتى؟ لما يبقى في تعارض ما بين كذا حاجه، ساعتها اللي هتختارها دي بالنسبه لك هي الاهم. مهما انكرت، حاسس مهما انكرت دي قويه قوي، يعني كلمه شديده. مش عارف تنفع ولا لا. موضوع شيق ولا شيق. ينتهي. اسعدتني رؤياك يا شاذليكو. وانا ايضا يا خلود. دي الحلقه اللي احنا قلنا مش لاقيين كلام نقوله، صح؟ بس احنا طولنا في الحلقه دي. ما عندناش كلام خالص نقوله في الحلقه، يا ساعه الا ربع بس. اشوفك على خير يا خلود المره الجايه ان شاء الله. اللقاء الى الحلقه القادمه اللي هي مش كمان 5 دقايق.